السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير من الفيديو اللي فات. النهاردة بمشيئة الرحمن هيبقى صباحنا خير، صباحنا لبن حليب من مشيئة الرحمن. تعالوا نعمله مع بعض احلى بقى وايه واسهل جبنة قريش هتشوفوها في الدنيا. يلا بس الاول نصلوا على رسولنا الكريم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. تمام. انا هنا معايا بوله ومعايا المنخل اللي انا بدخل بيه الدقيق، وهنا معايا ازازتين ايه لبن او حليب على حسب ما ايه اي بلد بتقول. تمام. ما عندكيش المنخل الضيق ده هاتي مصفى وحطي عليه شاشه وصفي اللبن بتاعك. لازم تصفي حاجتك، لازم تصفي اللبن او الحليب. تمام. هنا بقى ايه، يلا نبدأ بسم الله. انا هنا بدأت نصفي لبني اهو، هو ما شاء الله الله اكبر نضيف وما فيهوش حاجه، بس للامان صفيه. وحشتوني يا جماعه، وحشتوني. وانتوا يعني اللي بيعجبوا الفيديو يا جماعه يحط لي لايك ويشترك لي في القناه ويفعل لي الجرس ويكتب لي بقى تعليق حلو زيكم كده. هنا بصوا ما شاء الله اللبن عليه جميل ونضيف. هو ما كانش فيه حاجه، هو بس اللي لقيته اللي هو العفرايه اللي انتوا شايفينها او الاشياء اللي انتوا شايفينها دي بس. اللي هي على الاسباتيولا دي بس، ما فيه كانش فيه اي حاجه. هنكمل بقى ايه بقيه تصفيه اللبن. بصوا ما شاء الله الله اكبر. انا هنا صفيت ال4 كيلو لبن اللي معايا او ال4 لتر حليب. هنا معايا حله ألمونيوم، انا هنا مشغله البوتاجاز ومسخنه، هنسخنها جامد عشان اللبن بتاعي من الفريزر سيبته يفك خالص خالص خالص. اللبن حتى لو مجمد سيبيه يفك خالص، وبعد كده ارجعي صفيه واعملي اللي انا عاملاه ده. تمام. بصوا انا هنا نزلت بص الحله سخنه ازاي، هو ده اللي انا قصدي عليه. بصوا بقى حبايبي، في معلومه مهمه جدا لازم تعملوها. الحله او اي معون هتروبي فيه اللبن خليه مخصص للبن الرايب. ليه؟ لان الحله بتبقى واخده على اللبن الرايب، فاللبن بيدور على طول وبيروب على طول، بيرقد على طول. اما لما بتغيري الحله اللبن، الدنيا طبعا دلوقتي ساقعه فبياخد معاكي وقت. هنا انا بنقول لكم ما تحطوش الحله بتاعه اللبن الرايب على الرخامه مباشره او على اي حاجه على طول. لازم لبنك يبقى متدفي. انا هنا دي فانيلا صوف عادي مخليها لايه لترويب اللبن. انا بنجيبها ونحط عليها اللبن ونغطي بعد كده لبني ونسيبه معايا من يوم ل3 ايام. تمام. بس لازما ما تحطيش حلتك على رخامتك او على البلاط على طول، خلي ما بينها عازل وحاجه تدفيها. تمام. ويكون في مكان ما يتحركش، ما تحركيش لبنك عشان يروب وتاخدي منه نتيجه كويسه. تمام. انا هنا كمان ايه ما استكفتش بالحته دي، ده انا حطيت عليه كمان حته صوف كمان عشان اللبن يدفى. ماشي يا حبايبي. هنا كان اللبن عدى عليه ايه يومين وكان لسه زي ما هو، لان احنا ما شاء الله في اواخر طوبي والجو تلج تلج، فاللبن هنا ما كانش لسه ربط. فسبته كمان. انا هنا بنقول لكم بصوا لسه الحله بتتهز معايا ازاي ولسه اللبن سايل. سبته غطيته وسبته يوم كمان ودفيته زي ما انا، هو قعد يوم. بصوا بقى انا هنا لما كنت جايبه بجيب اللبن بجيب كمان لبن معايا حليب بغليه على النار، وبعد ما يبرد خالص بره التلاجة دخله التلاجة يوم او يومين. حلو. ونيجي بقى ايه جايبه السكينه كده وجايباها من على جنب الكسرولة بتاعتي وعامله مخلصه القشطه بتاعتي. حلو. ونيجي بقى واخده القشطه دي بقى وشايلاها محوشاها في الفريزر لغايه لما يبقى معايا حبه حلوين اخدهم اطلع منهم احلى زبده واحلى سمنه بلدي. تمام. يعني ما شاء الله الله اكبر. السمنه دلوقتي الجاموسي، الزبده الجاموسي اسعارها بقت مولعه نار والسمنه مولعه نار. فاعملي الحاجه ان شاء الله لو بكيلو لبن كل يوم او يومين هتجيبيهم هتغليهم، انتي هتبقي كسبانه. وكل سنه وانتم طيبين بقى، احنا داخلين على رمضان فاحنا عايزين نوفرهم، مش عايزين التجار تضحك علينا وتبقى ايه تستغلنا. لا خليكي انتي شاطره ان شاء الله، انتوا اشطر خلق الله. بصوا ما انا هنا من كل حته قشطه ما تتسابش حته خالص. حطيتي اللايك ولا لسه يا اللي قاعده بتتفرجي على الفيديو؟ بصوا هنا كل كميه القشطه بطلعها اهي. انا بملى العلبه، بملى القشطه وبحوش فيها. باجي بقى اخد اطلع على قد حته السمنه اللي انا بحبها. ما شاء الله بتبقى سمنه حكايه، تعملي بيها احلى حلويات واحلى اكل، ريحتها بتبقى قلب الدنيا.
بصوا ما شاء الله. بصوا السكينه بنجيبها كده من جنب الكسرولة. بصوا ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. بصوا القشطه حاجه نضيفه. حطوا لايك يا اللي محطتوش. مصطفى ابني بقى كان هنا بيقول لي يا ماما انا بنعشق ان انا نعمل سندوتش القشطه بالحلاوه. مين زي مصطفى بيحب سندوتش القشطه بالحلاوه او القشطه بالمربى؟ هي بتبقى صراحه تحفه. بتبقى جميله جميله. هنا عايزه القشطه مش عايزه تحوشيها وتعمليها بقى فطيرتين، الله تحفه. بصوا بقى الخير ما شاء الله الله اكبر تبارك الله الرحمن لصاحب اللبن. يا رب ربنا يبارك يا رب في صاحبها. بصوا ما شاء الله. حوشوا بقى كل اسبوع تيجوا بقى اخر الشهر تلاقي عندكم كميه تخضوها وتعملوا بقى السمنه. هنا بقى لبني ما شاء الله الله اكبر بعد 3 ايام ربط وبقى حكايه اهو. بصي بنهز فيه ما بيتهزش ما شاء الله الله اكبر. نبدا بقى ايه بالسباتيولا ونيجي بقى ايه عامله على جناب الحله كده عشان نعرف نطلع منه الايه القشطه بتاعته. مش عايزه بالسباتيولا بصوابع ايديكي كده خلصيه كده، خلصيه من الجناب بالحله هتطلعيه. بس هو الحمد لله يعني اتعمل معايا في الاسباتيولا. بصوا حبايبي هو هنا عشان الدنيا ساقعه اللبن معايا طلع على طول، القشطه طلعت معايا على طول. لو الدنيا مش ساقعه بعد لبنك ما يروب دخليه يوم كامل في التلاجة عشان القشطه بتاعتك تطلع معاكي حته واحده. بصي هنا ما شاء الله الله اكبر. بصوا بالراحه بقى كده عشان ما تاخديش على اللبن الرايق. بصوا تبارك الرحمن. بصوا صلوا على النبي كده وما تسرحوش معايا. اللهم صل وسلم وبارك عليك. بصي بتلفيه اكنك بتلفي سندوتش. بصوا ما شاء الله اللبن رايب والقشطه طالعه جميله ازاي ما شاء الله. بصوا من 4 كيلو لبن طلع لي كميه قشطه جميله ازاي. دي من اللي هي بتاعت الاسبوع اللي فات اللي انا مطلع عليها دي. مش انا بقول لكم انا بنحوش ما شاء الله ان شاء الله لما نحوش حبه حلوين كده نعمله مع بعض احلى زبده. بصوا طبعا هو احنا كده توبي خلص، اللي داخل علينا امشير يعني لسه معانا امشير خزنوا فيه حاجتكم. بصوا ما شاء الله كميه القشطه جميله ازاي. بصي العلبه دي عندي بتاخد كيلو قشطه. حلو الكلام. يعني كل اسبوع لما بنجيب الازازتين ونعملهم ما شاء الله يعني هنبقى عامله على الاقل زي حبه زبده حلوين على رمضان. بصوا ما شاء الله انا هنا بنقول لكم دي كيلو قشطه. بصوا القشطه ما شاء الله النهارده كيلو القشطه بكام؟ ب120. ب120. عايزه تاكليها بقى مع فطير، عايزه تاكليها وتخليها في التلاجة وتغمسي منها سندوتشات زي ما قلت لكم زي ما انتوا عايزين تعملوها زي تحولوها لزبده وتحولوها لسمنه بلدي زي ما انتوا عايزين. بصوا هنا لبني ما شاء الله راب ازاي ما شاء الله الله اكبر عليه تحفه. بصوا انا ليه بنعمل كده؟ عشان انا دلوقتي مسخنه الفرن جامد. بصوا ما شاء الله الاول. بصوا اللبن طلع فصوص ازاي ما شاء الله ما شاء الله الله اكبر ما شاء الله ما شاء الله تحفه. بس انا هنا كنت مسخنه الفرن جامد 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 وطفيته، قعدت ربع ساعه وطفيته ودخلت الجبنه وهي متغطيه ماشي وسبتها 10 دقايق ورحت مطلعها. بصوا هنا بقى الجبنه فصلت، الشرش بتاعها فصل عن الايه عن الجبنه. حلو. هنا بقى معايا حصيره انا كنت جايباها ب25 جنيه من سنتين، دلوقتي ممكن تلاقيها داخله في 30 35 لان الحياه غاليه زي ما احنا عارفين. هنا حطيت تحت الحصيره صينيه عشان الشرش اللي هينزل عايزه تعجني بيه، عايزه تغليه زي ما انا بنغليه زي ما انا هنغليه ونسيبه يبرد ونحطه في المش زي ما انت عايزه اعملي المتاح ليكي اعمليه ماشي. عايزه تعجني بيه رقاق طري اعجني، عايزه تعملي بيه قرص طريه اعملي، عايزه تعملي بكاكين او كماج اللي بصي في خيالك اعمليه. انا هنا حاطه صينيه وحاطه عدليه ستانلس عشان ايه مفيش حاجه تقع مني على الرخامه ماشي. هننزله هنا بقى ايه في نص الحصيره بالراحه كده. الجبنه ما شاء الله الله اكبر عليها نازله فصوص ازاي. هنا يوسف ابني كان سائلني السؤال ده قال لي ليه يا ماما انت نزلت الجبنه في نص الحصيره؟ علشان التوازن بتاع الحصير الجبنه. بص توازن يعني ايه انا خليتها في النص عشان الجبنه ما تميلش من الجنب ده ولا الجنب ده، حرام ان هي
ونيجي بقى بعد كده لما نيجي نصفي الشرش بتاعها، الجبنه اللي وقعت من الجوانب. حلو. بصوا هنا بنقول لكم اهو ما شاء الله الله اكبر عليها. هنيجي بقى جايبينها ايه، مره يمين ومره شمال، مصفين كل الشرش اللي فيها. هنا كان معايا حبه جبنه باين في الحله، بنجيبهم بالاسباتيولا. بصوا ما شاء الله ما شاء الله الشرش بتاعها نازل عامل ازاي، ما فيهوش حته جبنه. ما شاء الله الله اكبر عليه. بصوا انا هنا بنوريكم ان الشرش بتاعها، بصوا ما شاء الله عليه. الشرش ده بيبقى حكايه حكايه حكايه. انتوا عارفين اللي في ناس بتعمل بالشرش ده مرطه او عجوزه زي ما بعض اخواتنا ما بيقولوا، بيتنوا يغلوه على النار، يقصروه على النار لغايه لما يتعمل احلى مرطه. بس هي المرطه بتاعته بتبقى مززه، عايزه تدخليها في المش دخليها. بصوا ما شاء الله الله اكبر عليه. صلوا على النبي. عليه افضل الصلاه والسلام. غير كده وكده بقى الريحه بقى. اصل تاكل يا جدعان. بص انا بنسجل الفيديو وعيالي قاعدين. بصوا يمين وشمال، بتحركي الحصيره معاكي يمين وشمال. ما عندكيش حصيره هاتي مصفى ماشي، وحطي عليها حته شال نضيفه او حته او طرحه نضيفه كده، وامسكي حطي اللبن فيها على يتصفى 3-4 ساعات. وبعد كده هتيجي ماسكه الشال تاني وحاطه فيه اللبن بعد ما تصفى، تلفيه بقى رقله وتسيبيه برضو على مصفى حبه حلوين كده ايه من كام ساعه. وبعد كده تطلعي تعمليها بشوكه كده لو عايزه شكل الجبنه وتقطعيه، مفيش مشكله. بس والله الحصيره ما هيش غاليه، يعني احنا ما شاء الله 20-25 احنا بنتكلموا للي ما هم مش عارفين يجيبوا الحصيره دي. بصوا هنا بتساوي جبنتك عشان لما تيجي تخرطيها تطلع الخرطه بخرطتها وتطلع ناعمه. تمام. بصوا هنا معايا رشه ملح. مش عايزه تحطي الملح دلوقتي، وعايزه تحطي الملح لما الجبنه تنزل الشرش كلها وتصفي نفسها زي ما انت عايزه. بصوا انا هنا ايه بنحاول بس ننزل الشرش بتاعها ازاي ده. وحياة كتاب الله الجبنه دي بتبقى حكايه ونضيفه. انا الجبنه دي ان شاء الله هندخلها في المش، فبعد ما قطعتها حطيت عليها ملح وهنحطها في المش، نخزنها للمش. بصوا بقى هنا هنلم الجبنه على بعضيها. بصوا انا ماشيه معاكم واحده واحده والله عشان ايه تبقوا شايفين كل حاجه. بصوا ما شاء الله الله اكبر. وكميه ال4 كيلو بيعملوا لك كميه جبنه حلوه. بصوا ما شاء الله ماليه الحصيره ازاي. عايزه تعملي 2 كيلو اعملي، هيطلعوا لك يعني تجربي في 2 كيلو جربي. بصوا بقى انا هنا ما عنديش حاجه نعلقها عليه، فانا عامله ايه في الحصيره علقتين. هنيجي ماسكه ايه على دولاب المطبخ ومعلقاه. هنا عندي في دولاب المطبخ مسمار، هنا ما عنديش، فجبت معلقه خشب وسندت بيه الحصيره. بص عملت توازن للحصيره. ما هو الجيش قالك اتعلم اتصرف. فاتصرفنا الحمد لله والدنيا مشيت اهي. هنا بقى الجبنه بتصفي كل الشرش بتاعها، ما نحركهاش بقى ونسيبوها، هتصفي كل كميه الشرش بتاعتها. احنا طبعا الدنيا ساقعه، فلو دلوقتي احنا دلوقتي بالليل هنسيبها للصبح. حلو. الجو تلج حتى كمان والله سبتها للصبح، ولما جيت قطعتها مازال لسه طريه، لان الجو تلج تلج تلج، فاحنا متلجين، ما بالك بقى بالجبنه. بس والله قشطه وجميله جميله جميله. بصوا انا هنا بنقول لكم سيبوها تتصفى، ما تستعجلوش عليه. انا هنا كنت بنوريكم منظر اللبن الرايب. بصوا بقى هنا ده كان تاني يوم الصبح. الجبنه برضو بصوا والله يعني قعدت يوم كامل والجبنه برضو لسه ما شاء الله طريه، تحسوها انها طريه. بصوا بس هي ما شاء الله مش مستحمله ايدي، الجبنه طريه جدا جدا جدا. بصوا ما شاء الله دلوقتي الجبنه بتتباع الحتتين ب15 جنيه، ياما حرام. طبعا الجبنه القريش مغذيه وجميله ومليانه كالسيوم. يا رب
يعني يا بخت لو عملناها كده بحته بطماطمايه وخيارايه والله. شويه زيت حار وطحينه، الله تبقى وجبه جميله. بصوا مش مستحمله ايديا، بس ما شاء الله بصوا الجبنه ما شاء الله الله اكبر عليها ازاي، جميله جميله جميله. بصوا تحفه تحفه وطريه وتحفه. بصوا فظيعه. صدقوني لو جربتوا تعملوها مش هتبطلوا تشتروها يعني هتبطلوا تشتروها من بره تاني. بصوا انا هنا بنقول لكم الجبنه مش مستحمله. بصوا اهو ما شاء الله ال4 كيلو عملوا لي حبه حلوين ما شاء الله، عملوا لي طبق مليان. دي بقى انا هنمسكها هنلفها بالملح عشان المشي بتاعي حراق، مش هنحط شطه، هنلفها بملح وهنحطها ايه بعد ما تنزل الشرش بتاعها هنحطها في المش. بصوا الجبنه طريه وجميله ازاي، عايز بس هتسيب حتتين للاكل. هنا بقى ما شاء الله معايا القشطه اهي، وده الشرش اللي طالع منها، كميه الشرش اللي طالع منها ما شاء الله عليهم اهم. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسيش اختكم في ايه حطوا لايك. بالاشتراك وتفعلوا لي الجرس وتحطوا لي